أهلا بيكم. كلنا تابعنا المقطع اللي انتشر للشيخ أنور الشحات لما أحد الحضور جه بيكلمه وبيقول له خد بالك من المدود. رد فعل الشيخ أنور تباينت فيه الآراء، في اللي مؤيد رد فعله وفي اللي معارض يقول لك كان يستنى لما يصدق ويروح يكلم الراجل وما إلى ذلك. خلونا نتناول الأمر بشيء من الموضوعية. في بعض الأشخاص بيكونوا متعمدين إحراج القارئ قدام الجمهور، وتعالوا بينا نرجع كده لمقطع مشهور لعمنا الشيخ محمد عمران وهو بيقرأ من سورة فصلت. أحد الحضور قال له إيه؟ ده مد 7 حركات. الله يا عم ده مد 7 لا 7 لا 7 لا، انت ما تفهمش في دي، ما تتكلمش فيها. اصل 7 دي تخصنا احنا، انت مالكش فيها يا عم خليل. احنا بنهدها بالحركه حبيبي. لا يا عم مش خالي، لا اصل 7 دي فيها اساءه ليا انا، وانا محمد عمران اللي بقرا. لا إيه يعني؟ لا الشيخ محمد عمران قال له لا استنى، دي حاجة تخصنا، دي حاجة تسئ لي أنا كمحمد عمران. فالشيخ محمد عمران زي ما هو يعني أحرجه على العام، الشيخ محمد عمران برضه رد عليه بالعام. مع الشيخ أنور الراجل جاي بيكلمه بيقول له خد بالك من المد، فالأمر كان على العام، فبالتالي برضه الرد لازم يلزمه ان هو يكون على العام. احنا في الفترة الأخيرة، ودي يمكن أنا بلمسها في الصفحة عندي، بلاقي حسابات متخصصة إنها تطلع تعليقات سلبية بتتصيد للقارئ. اللي يقول لي أصل الكاف طلعت قاف، ذلكم. يا عم ذلكم إزاي؟ ما تسمع كويس، هو قاعد بيسمع للتصيد. ده أنا عايز أقول لكم مقاطع بنزلها القراء متقنين، يعني الشيخ يوسف قاسم حلاوة ليه مقطع عندي، خشوا شوفوا التعليقات اللي الناس جاية عاملة إزاي. في مشهد كده مشهور لسعيد صالح ومع احمد زكي في مسرحيه، فلسه احمد زكي بيقول يا هادي، فسعيد صالح قال له اني اعترض. ما نبقاش ماشيين بالسياسه دي يا جماعه، سياسه اني اعترض مش معنى انك بتعترض يبقى انت كده بتفهم، لا. فاحنا خلينا متفقين كده ان احنا نكون جمهور مستمع ذويق، يقول الكلمه الحلوه اللي تجبر الخاطر. والله لقيت حاجه كده معينه ممكن من خلال الخاص تكلم الشيخ، تكلم صاحب المقطع، تفهمه ان المقطع فيه خطأ فلاني، بالتالي يبقى احنا اسلوبنا كده متحضر وصورتنا تبقى كويسة قدام العالم.